الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة أنا عامل الفيديو اسمه خطورة التحصين البكتيري للأرانب. كل الناس بتقول ايه المميزات بتاعة التحصين البكتيري، ومعروف ان التحصين البكتيري دي او اللي هي الازازة دي يا جماعة، الاول عشان نتكلم على طول كده، دي عبارة عن 100 ملي زي ما حضرتك شايفة اهي. بندي للارنب 2 سنتي كل 4 شهور، انا عن نفسي بدي كل 6 شهور مش مشكلة. يعني دي بتكفي 2 سنتي ل50 أرنب. دي سعرها يا جماعة 220 جنيه عشان تبقوا عارفين الأسعار ماشية ازاي. يعني التحصينة الواحدة بتاعة الأرنب بحوالي 4 جنيه أو كده. شوف انت بقى لما بتروح بتحصن بياخدوا منك ايه. دي سعرها اهي 220 جنيه. طب ايه هو دون عبارة عن ايه يا جماعة؟ دون اسمه بكتيري من بكتيريا. دي عبارة عن بكتيريا حية بس ضعيفة جدا، عاملينها في الازازة دي. يعني دي مادة حية عبارة عن بكتيريا، لما انت بتحقن الارنب بيها بتنشط المناعة عنده، بتخش جوه الجسم الارنب وتنشط المناعة عنده. يعني ايه بتنشط المناعة عنده؟ يعني اي بكتيريا تهاجم الارنب بتشتغل المناعة بتاعت الارنب وبتقضي على المرض، وبالتالي دي بتنشط المناعة بتاعت الارنب البكتيرية. يبقى هي دي الفايدة بتاعتها. طيب ايه الخطورة بقى بتاعتها؟ الخطورة بتاعتها يا جماعة ومحدش اتكلم في الموضوع ده كتير. اول حاجة نمرة 1 ان العبوة حضرتك اللي هي دي تكون اشتريتها من واحد وما حطلهالكش في تلج وانت مشيت بيها 2 3 ساعات، فبالتالي بتبقى فسدت وملهاش اي لازمة العبوة دي. اول حاجة. تاني حاجة ان انت تكون خدت العبوة دي حضرتك وحطيتها بره، ما حطيتهاش في التلاجة، لا لازم تحطها في التلاجة، ما تحطهاش في الفريزر، تحطها في التلاجة. لو انت سبتها بره فبالتالي العبوة برضو هتبقى فسدت. الخطورة التانية بتاعت التحصين البكتيري ان انت تحصن ارانب عمرها اقل من شهرين. لو حصنت ارانب عمرها اقل من شهرين ممكن الارانب تموت، وبالتالي احنا بنحصن الارانب ابتداء من عمر شهرين. الحاجة اللي بعد كده الارانب العشار يا جماعة. الارانب العشار اكتر من 15 يوم ارجوك ما تحصنش الارانب. طب لو حصنت ممكن الارنب يموت، او ممكن يحصل تشوه للاجنة، او يحصل التصاق الاجنة في الرحم، وبالتالي الحمل بتاع الارنب ممكن يحصل فيه اي مشاكل. اللي بعد كده حضرتك لو حصنت ما تذبحش الارانب قبل 21 يوم، لان المادة الفعالة بتاعة التحصين ده بتقعد في الارنب لمدة 21 يوم، وبالتالي حرام عليك ان انت تذبح الارنب وحد ياكله او انت تاكله قبل 21 يوم. بعد كده حضرتك لما بتجيب ده من التلاجة وتعبيه في السرنجة، استنى لمدة 5 دقايق او 10 دقايق على ما يبقى في درجة حرارة جسم الارنب او يبقى في درجة حرارة الغرفة. طب ليه يا عم عصام؟ لان ده ساقع دلوقتي، انا لسه مطلعه من التلاجة. لو اديته للارنب وهو ساقع كده، خدت من الازازة بالسرنجة واديته للارنب، بيحصل حاجة اسمها صدمة الانسجة. الانسجة بتاعت الارنب سخنة وده بيبقى ساقع، فبيحصل الصدمة، يبقى كأنك
ما ادتلوش المصل، وكده يبقى دون حاجة فيها خطورة على الأرنب وكأنه ما خدوش. طيب في ناس بتحقنه عضل يا جماعة، لأ، ده بيبقى تحت الجلد، تحت جلد الرقبة 2 سم تحت جلد الرقبة. التحصينات ما بتتعملش في العضل. لو اديت أقل من 2 سم يبقى كده ملوش فايدة، لازم الجرعة بتاعته بتبقى 2 سنتي. في ناس بتقول انت تدي جرعة تنشيطية بعد 20 يوم 2 سنتي تاني. الكلام ده مظبوط، ولكن في حالة واحدة طول عمر الأرنب. يعني ايه؟ يعني الأرنب لو بكر زي كده انا بديله حقنة 2 سنتي، جرعة 2 سنتي، وبعد 20 يوم اديله 2 سنتي تاني. دي جرعة بياخدها مدى الحياة. يبقى بعد كده بنديله كل 4 شهور 2 سنتي، كل 4 شهور 2 سنتي. إنما الجرعة التنشيطية بتبقى مرة واحدة في عمر الأرنب. آخر حاجة، لو الأرنب عندك عيان أو مريض ما تديلوش المصل البكتيري، لأن هو مش هيبقى له أي فايدة أو ممكن الأرنب يموت. دي يا جماعة خطورة المصل البكتيري أو التحصين البكتيري للأرانب. أتمنى أن أنا أكون فدتك، أتمنى أن أنت تكون طلعت بحاجة معلومة جديدة في الموضوع ده. وإلى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.